مساء الخير. 6 أكتوبر 2023، الذكرى ال50، اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر. كل عام وأنتم بخير. ولكن بصراحة مع كل ذكرى لحرب أكتوبر بنشوف الجديد، وبنشوف ناس بتقرأ المشهد بشكل مختلف. يمكن دايما بيكون وجهة النظر الإسرائيلية دايما بتكون فيها الشكل الجدلي شوية، هم بيتناولوا الأمر دايما بشكل جدلي. ويمكن السنة دي في أغسطس 2023 ظهر فيلم مهم جدا بعنوان جولدا، طبعا في إشارة إلى جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل. الفيلم بيجسد دور البطولة فيه الممثلة الإنجليزية هيلين ميرن، وهي ممثلة إنجليزية حاصلة على جائزة الأوسكار من قبل. معها مخرج مميز جدا جاي ناتيف، مخرج إسرائيلي، ومعها عدد من الوجوه الصاعدة. بصراحة بمنتهى الحياد على مستوى الإخراج والإنتاج والتمثيل، الفيلم أعتقد إنه هيرشح لجائزة أوسكار قريبا. المشكلة بقى في مضمون الفيلم. طبعا الفيلم بتبتدي أحداثه بتحقيقات لجنة أجرانات. دي لجنة قضائية عليا شكلتها إسرائيل للتحقيق في أسباب الهزيمة، ودي نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها، إن الفيلم في الأساس بيؤكد على وجود لجنة أجرانات وتحقيقاتها. طب أنا إزاي هبقى خرجت منتصر من هذه الحرب وأنا مشكل لجنة قضائية للبحث في أسباب الهزيمة؟ ودي نقطة مهمة جدا، لأن مضمون الفيلم بعد كده بيسحبك في نهايته إلى أن إسرائيل خرجت منتصرة من هذه المعركة، أو على الأقل خرجت بأقل الخسائر الممكنة. الفيلم بيؤكد على بعض الحقائق، وبرضه في بعض النقاط اللي فيها لي لعنق الحقيقة. مبدئيا الفيلم بيتكلم على الظروف النفسية والضغوط العصبية اللي كانت على قادة إسرائيل سواء عسكريا أو سياسيا وقت الحرب، والتخبط الشديد في القرارات اللي تم وقتها. الفيلم بيرصد الساعات القليلة ما قبل معركة أكتوبر إلى وقف إطلاق النار. طبعا حصل انتقادات عديدة لبطلة الفيلم على أساس إن هي مش يهودية، ودايما اليهود عندهم حساسية شوية من اللي يقوم بدور شخصية يهودية وهو في الأساس ليس يهوديا. من الحقائق المهمة اللي بيؤكد عليها الفيلم هي عملية الخداع الاستراتيجي اللي تمت من مصر، من المخابرات سواء المخابرات العسكرية أو المخابرات العامة، وتضليل قادة إسرائيل والسياسيين كبار السياسيين في إسرائيل عن موعد هذه الحرب. ويمكن تم ذكر اسم عميل تحديدا كان ليه دور مهم جدا في عملية التضليل. برضو من الحقائق المهمة اللي بيؤكد عليها الفيلم، الفيلم في الأساس مبني على الساوند افكتس، ومبني في الأساس على الرسائل السلكية واللاسلكية اللي كان بيبعتها الجنود والقادة من على الجبهة للقيادات داخل إسرائيل. وهنا بتبين لك حجم الأهوال اللي شافها الجند الإسرائيلي في مواجهة المصريين، وقد إيه المصريين كان عندهم من الشجاعة والجسارة والقوة واكتساح الساعات الأولى من المعركة لصالح المصريين، وفتح النيران على إسرائيل في كل الاتجاهات بشكل عنيف ومكثف جدا. الفيلم برضه بيؤكد على غطرسة بعض قادة إسرائيل، وعلى رأسهم موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي، وإن هو كان شايف إن المعركة دي ممكن تتم ب 60,000 مقاتل بس، تعبئة 60,000 مقاتل على الجبهة لمواجهة المصريين، في حين إن ديفيد بن آلي عازر رئيس الأركان كان بيشوف إن هم لازم يحشدوا على الأقل 200,000 مقاتل، وهيبقى قليل كمان. لكن طبعا احنا شفنا كلنا موشي ديان بعد الساعات الأولى من المعركة وانهياره الشديد، وده كان علني قدام كل الناس في التلفزيون الإسرائيلي وقتها. تم لي عنق الحقيقة بقى في بعض النقاط، أبرزها مثلا التهويل من أثر ثغرة الدفرسوار. طبعا كلنا نعرف قصة الثغرة، ولكن وجهة النظر الإسرائيلية ليها مختلفة شوية. هم بيشوفوا إن هي في البداية كانت فخ من المصريين، والرسائل كلها المبعوثة مع الجبهة بتدلل على كده، إن هم دخلوا بسهولة وقدروا يعبروا ويخترقوا الصفوف ويعدوا للضفة الغربية وخلاص. بس وانس ان هم اعلنوا نحن في افريقيا، اتفتحت عليهم النيران من كل اتجاه، وده موثق في التسجيلات الصوتية عندهم. ولكن الفيلم بعد كده بياخدك لنقطة ان خلاص لا، ده هو خلاص تخطوا هذه المرحلة وتم حصار الجيش الثالث الميداني وقوامه 30,000 مقاتل، ومنعوا عنهم الامدادات تماما، وكان خلاص بضغطة زر واحدة هيتم القضاء على 30,000 مقاتل نهائيا وابادتهم، وان جولدا مائير ممكن بسهولة جدا يكون عندها جيش من الأرامل والأيتام في مصر. طبعا الرواية دي بتناقض رواية الرئيس السادات، واللي طبعا أعلنها قدام مجلس الشعب في يناير 74،
بان الجيش الثالث الميداني لم يحاصر ولم يتم قطع الامدادات عنه يوم واحد بس، والكلام ده كان طبعا في مساءله مع في حوار يعني امام مجلس الشعب مع قائد الجيش الثالث الميداني. طبعا في روايه ثالثه ذكرها الفريق سعد الدين الشاذلي في كتابه مذكرات حرب اكتوبر، واللي هو يعني اللي هو بيميل قوي لروايه الرئيس السادات ولا بيميل قوي للروايه الاسرائيليه، لكن بيقول ان كان في فعلا حصار وان كان في خطا، وان حتى يعني كان في تاخر في استدعاء لواءين مدرعين من الشرق الى الغرب، والتاخير دوت هو اللي خلى في صعوبه في مقاومه او مجابهه القوات الاسرائيليه اللي عبرت للضفه الغربيه وقدرت ان هي تحاصر الجيش الثالث الميداني. برضه من النقاط اللي فيها لي شويه لعنق الحقيقه او تحس ان هي مش يعني حقيقيه، وهو الحياد الامريكي في الفيلم يعني، واللي كان بيمثله وزير الخارجيه هنري كيسنجر. طبعا كان دايما بيؤكد في الفيلم ان هو امريكي قبل ان يكون يهودي، وان امريكا لا هي مع العرب ولا هي مع اسرائيل، لكن هي مش عايزه انفجار للاوضاع في هذه المنطقه في هذا التوقيت. برضو كان في تعظيم للدور الروسي كبير جدا من وجهة النظر الإسرائيلية، يعني هم كانوا شايفين في الفيلم ده كانوا بيأكدوا على ان لو طال أمد محاصرة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية للجيش الثالث الميداني في الشرق، ان الروس هينزلوا بنفسهم، السوفيات هينزلوا ويحاربوا في هذه المعركة، وده طبعا أمر كان يعني مستبعد جدا. يمكن فكرة التهويل من الدور السوفيتي في هذه المعركة ومساندته المصريين كان راجع لنشأة جولدا مائير نفسها. جولدا مائير يعني ولدت في أوكرانيا وعاشت هناك وعانت من يعني اضطهاد السوفيت لليهود تحديدا، فانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشت هناك، فده ربى عندها يعني نوع من أنواع هاجس دايما ضد السوفيت، وكانت شايفة إن هم يعني هينزلوا المعركة وهيقاتلوا بشراسة مع المصريين ضد إسرائيل. برضو الفيلم كان بيؤكد على عاطفة السلام ويعني القلب الطيب لجولدا مائير، وان هي كان بيهمها كل جندي وحياة كل أسير من الطرفين، مع ان في الفيلم نفسه كان في تناقض غريب جدا، لان الفيلم أكد على ان يوم 5 اكتوبر قبل اندلاع الحرب بيوم كان موشي ديان قاعد مع قادة اسرائيل وعلى رأسهم جولدا مائير وبيبحثوا خطته لضربة استباقية ضد مصر، لبنان، الجولان، علشان يحصل على مساحات اوسع من الارض علشان يامن الحدود اللي وصلوا لها في 67، والكلام ده كان هيبقى في اواخر اكتوبر يعني بعد يوم الغفران مباشره. الكلام ده طبعا اكده ديفيد بن اليعازر في مذكراته. ديفيد بن اليعازر رئيس الاركان الاسرائيلي واللي كان معروف وسط الاوساط الاسرائيليه بدادو، اكد في مذكراته ان لا كان في ضربه استباقيه بتستعد لها اسرائيل بشكل موسع جدا في خلال شهر اكتوبر. طبعا الفيلم مليان بالتناقضات واللي محتاجه بصراحه رد يعني يكون موثق شويه، وده بيشدنا لنقطه مهمه جدا، يعني ازاي احنا لحد دلوقتي ما يعني ما عملناش عمل على قدر الحدث. يعني انا بشوف بصراحه يعني ان كل الاعمال السينمائيه والفنيه اللي اتعملت بخصوص حرب اكتوبر ماهيش على قدر الحدث، وان احنا لازم كنا نستعد هذا العام بعمل ضخم كبير جدا يوثق لحرب اكتوبر بشكل حقيقي. لكن اعتقد ان هذا العام لن يمر بدون عمل توثيقي لحرب اكتوبر على اعلى مستوى، وان شاء الله هيجي اليوم اللي نتكلم على هذا العمل ونتناقش حوله. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده دايما كل ايامنا احتفالات وانتصارات. خالص تحياتي وتقديري للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.